تخيل معايا يا دكتور واحد جه عيادتك أول مرة اتعالج، دفع، شكرك ومشي، بعد أسبوعين احتاج دكتور سنان تاني، تتوقع بنسبة كام يفتكرك ويرجع لك؟ خلّيني أصدمك وأقول لك إن في 70% من الحالات مش هيرجع، مش عشان علاجك ضعيف أو أسعارها غالية، لكن لإنك ما سِبتش في دماغه بصمة عاطفية تخلّيه يربطك بالراحة أو بالثقة أو بميزة فريدة. خلّيني بس الأول أرحّب بيكم وأقول لكم مساء الخير عليكم وأهلًا ومرحبًا بيكم حلقة جديدة من نينجا دينكس. معايا خليل دكتور سنان صحيح، بس نينجا. قبل ما أبدأ الحلقة عايزك تعمل متابعة ولايك وشير وحركة الإكسلور وإضافة المفضلة وكل الحاجات الجميلة دي عشان تشجعني أستمر عشان تكبر أسرتنا ببعض سوا. ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها في تعليق وتابع الحلقة للآخر عشان كما هي العادة مجهز لك مفاجأة لطيفة آخر الحلقة. حابب أنوه إن أنا كل يوم في الأسبوع هنتقابل بحلقة سريعة مدتها أقل من دقيقة فيها معلومة مركزة تساعدك في شغلك اليومي كدكتور أسنان، لكن يوم الاثنين الموضوع بيختلف، بنغوص سوا في التفاصيل ونفكك موضوع بعمق أكبر عشان نستفيد أكتر. الباحث جون شايدز في جورنال اوف دينتال براكتس مانجمنت أشار إلى إن قرار رجوع المريض مش مرتبط بالنجاح الطبي فقط، لكن باللي بيسموه perceived value experience. يعني هل حس المريض إنك قدمت له قيمة إنسانية وشخصية أبعد من كشف الضرس والّا لأ؟ وهنا بقى تيجي المشكلة، إحنا كأطباء أسنان اتعلمنا إزاي نخلع ونخشي ونركب، لكن ما حدش علمنا إزاي ندير تجربة المريض، ودي فجوة ضخمة بين اللي بنعمله واللي المريض بيفتكره. خلّيني أحكي لك حكاية صغيرة. كان عندي زميل فتح عيادة في منطقة شعبية، بييجي له مئات الحالات في الأسبوع، لكن نسبة العودة كان أقل من 20%. بدأ يغيّر حاجات بسيطة، أضاف لحظة تركيب شخصية في أول دقيقة، بقى يسأل المريض سؤال واحد مفتوح قبل التشخيص، إيه اللي مسبب لك قلق في العلاج ده؟ وبقى يبعت رسالة متابعة بعد يومين. النتيجة خلال 6 شهور نسبة العودة زادت 52%. العلاج نفسه ما اتغيرش، لكن اللي اتغير هو الذاكرة العاطفية اللي سايبها جوه المريض. اللي عايز أقوله إن العلم واضح، تكلفة اكتساب مريض جديد CAC أو Customer Acquisition Cost دايمًا أعلى من الاحتفاظ بمريض قديم. دراسة في هارفارد بزنس ريفيو أكدت إن زيادة 5% في معدل الاحتفاظ بالمريض بترفع الأرباح من 25% لغاية 95%، وده ينطبق على الطب زي ما ينطبق على أي بيزنس. نبطل بقى تنظير وندخل في الحل العملي. فكرة إنك لازم تعيد تصميم رحلة المريض حوالين 3 محاور. 1 الدقيقة الذهبية الأولى. لازم الترحيل يكون شخصي وصادق، المريض مش عايز يسمع اتفضل اقعد، هو عايز يسمع احنا مبسوطين بزيارتك وهنعمل كل اللي نقدر عليه عشان تبقى مرتاح. 2 إصغاء التحويل، ما تسألش بس عن الوجع، اسأل عن مخاوفه وتجربته السابقة، ده اللي بيخلق رابطة إنسانية. 3 المتابعة الذكية، رسالة أو كلمة قصيرة بعد 24 ساعة بتخلق إحساس بالانتماء وبتخلّي المريض يحس إنك فاكره كإنسان مش كحالة طبية. دي مش رفاهية، ده استثمار في بناء ذاكرة إيجابية حوالين اسمك وعيادتك. الخلاصة المريض مش بيرجع لمجرد إنك دكتور شاطر، هو بيرجع لإنه حس إنك الاختيار الأكثر أمانًا وراحة في ذاكرته، ودي استراتيجية محتاجة تتبني خطوة بخطوة مش صدفة. المفاجأة بقى لو عدتك بيها أنا مجهز لك ملف وورد فيه دليل عملي لتحويل الزائر الأول إلى مريض دائم، نموذج رسالة متابعة جاهزة للواتساب، قائمة أسئلة مفتاحية تسألها في أول زيارة، وأمثلة لهدايا رمزية أو أنكرز نفسية تخلي المريض يفتكر. لو عايز نسخة من الملف علق بكلمة دليل تحويل هبعت لك لينك تحميل الملف. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير وحركة الإكسبلور عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من دكاترة الأسنان. ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها في تعليق، ولو عايز تحتفظ بنسخة من سكريبت الحلقة مكتوب علق بكلمة نينجا دينتست وأنا هبعت لك لينك تحميل سكريبت الحلقة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من نينجا دينتست.